لو الأهرامات اتبنت عشان يدفن فيها الملوك، ليه ما لقيناش مومياواتهم لدلوقتي؟ من زمان والأهرامات اتعرضت كتير للنهب والسرقة، فممكن تبقى الجثث والكنوز اللي معاها اختفوا، عشان كده بطل الملوك يبنوا أهرامات لنفسهم وبقوا يحفروا قبورهم في الجبال والأماكن البعيدة. وبعض الناس قالت لا، ده لأن الأهرامات اتبنت في عصر الدولة القديمة، وقتها ما كانش لسه التطور في التحنيط زي العصور الوسطى والحديثة، فممكن ببساطة تكون الجثة اتحللت. والدليل على كده إن في بقايا عظام بشرية اتلاقت في الهرم. لكن في رأي تاني برضه مقبول بين العلماء، إن الملك ببساطة مش موجود في المكان اللي احنا فاكرينه فيه، مش في أوضة الدفن أو في التابوت. وخلينا اشرح لك ازاي. الاهرامات لحد دلوقتي ما عرفناش كل مخابئها، المسح الحراري والرادار اللي بيخترق الصخور والموجات فوق الصوتيه كلهم كشفوا عن فراغات وممرات ومخابئ جوه الهرم. ده فتح الباب لنظريات مؤامره كتير، اشهرها ان في سراديب تحت الاهرامات بتربطهم ببعض، وده خلى هيئه الاثار تسمح باعمال حفر حوالين الهرم سنه 98 بدون نتيجه. النظريه الثانيه الاشهر ان تحت رجل ابو الهول اليمين في مكتبه شايله اسرار وعلوم الحضاره المفقوده في اطلانتس، وان الناجين منها هربوا لمصر وبنوا قاعة تحت الأهرامات يحفظوا فيها معارفهم، بسبب إن في فتحة نفق صغيرة بين هرم خفرع وأبو الهول ما نعرفش إيه سببها. اللي بيفتح الباب للنظريات دي إن الهرم مبنى إعجازي، 2 مليون و300 ألف حجر، وزن الحجر الواحد من 2 ل 15 مليون طن، معظمهم جاي من أسوان للجيزة. بدون تفسير مقبول عملوها إزاي، وزي ما بيتقال اللي يبني الهرم يبني أي حاجة. أنا أحمد صالح بفكك التاريخ الشعبي وأرجع الحكايات لأصلها.